4 ايام بنزل متواصل كل يوم عشان اجيب سبلايز فنون جميله وكمان قسم فاشن. فتعالى اخدكم معايا اليوم الاول من سبلايز فنون جميله قسم فاشن. اليوم بدا من الساعه 12 عشان كنت عاوزه انزل بدري، وده كده كان الاوتفيت بتاع النهارده. كنت لابسه حاجه مريحه عشان كنت عارفه ان اليوم ده هيكون بهدله، وطالعه زي ما كنت فاكره حرفيا فضلت 7 ساعات في الشارع. اول يوم واول مشوار كنت مخليها الادوات فنون جميله اللي ليها علاقه بالرسم اكتر، لاني صحيح دخلت قسم فاشن بس في نفس الوقت انا برضو عندي مواد تانية برسم فيها وبتمرمط فيها. وانتوا لو لسه ما تعرفوش ان انا دخلت قسم فاشن فانتوا فايتكم كتير قوي، وعامه كده هعرف ان انتوا مش متابعين. المهم هنا كنت وصلت كمال سعد فرع المنشيه، وده بجد فرعي المفضل من فروع كمال سعد عشان بحس فيه كل حاجه لفنون جميله بجد. غير ان هو مش لفنون جميله بس، كمان اي حاجه تخص المكتب، اي حاجه تخص المطبخ، حرفيا فيه كل حاجه انتوا عاوزينها، سواء بقى ادوات مدرسيه، حاجات للمكتب، حاجات لكليه هندسه، كل حاجه كل حاجه. هنا كنت خلصت جولتي في الفرع الاول وكنت بحاسب، وطبعا انا مش مورياكم كل حاجه، ده حرفيا ما يجيش نص في المية من اللي حصل في اليوم ده، لاني صورت لكم فلوج في المكان الاحمر وهو نزل دلوقتي، وحرفيا صورت لكم كل حاجه حصلت معايا على مدار ال4 ايام. المهم هنا كنت بحاسب في الفرع الاولاني وطلعت على الفرع الثاني على طول، والفرع الثاني من كمال سعد برده كان قريب منه جدا، فرع الورق، وحرفيا اي ورق بحتاجه في الجامعه بجد مش بجيبه غير من كمال سعد. فخلصت من الفرع الثاني طلعت على الفرع الثالث وبرده في المنشيه، ناقصني الوان وشويه قلمه وسكتش وكده فجبتهم برده من الفرع الثالث. الفرع ده برده كبير جدا وحرفيا فيه كل حاجه، بس انا بحب الفرع الاولاني اكتر بصراحه. المفروض انا كنت نازله بدري عشان الدنيا تكون فاضيه، وحرفيا طلع كل الكوكب عامل كده نازل بدري عشان يلاقي الدنيا فاضيه، فرحنا كلنا ولقينا الدنيا زحمه. مش قادره اوصف لكم بعد ما خلصت مشوار كمال سعد ده انا ما كنتش قادره امشي. ولو انتوا فاكرين ان كده اليوم خلاص احب اقول لكم ان انا اتمرمطت بجد، بس عشان انا رخمه مش هقول لكم حصل معايا ايه. تقدروا تروحوا تشوفوا الفلوج في المكان الاحمر، اسمي هناك فايزه بلال، وهتلاقوا برده الفلوج في البايو. وبس قولوا لي لو عاوزين تشوفوا المكتبه، قصدي السبلايز اللي انا جبتها. باي.